السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في توقعات النشرة الجوية بالمغرب لهذا اليوم، يوم الاثنين 7 دجنبر، وكذلك الأسبوع الحالي. بإذن الله تعالى ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، ما تنساوش تصليوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما كنلاحظوا فخلال التوقعات الجوية خلال هذا اليوم بإذن الله تعالى استمرار التساقطات المطرية في المناطق الشمالية الغربية للمملكة كمدينة طنجة، مدينة تطوان، مدينة العرايش، مدينة القصر الكبير، كذلك مدينة شفشاون ومدينة وزان ومدينة تاونات بإذن الله تعالى. كذلك المناطق المجاورة لمدينة الدار البيضاء كمدينة القنيطرة. وهذه التساقطات هذه فهي لهذه اللحظات كتساقط حاليا في هذه اللحظات. أما باقي المناطق الشمالية الشرقية والوسطى للمملكة، كذلك المناطق الوسطى الداخلية للمملكة، كذلك المناطق الجنوبية، فغادي تعرف واحد الطقس اللي غيكون مستقر نوعا ما خلال هذه اللحظات بإذن الله تعالى. أما خلال الساعات المقبلة بإذن الله تعالى فغادي نلاحظوا دخول كتل سحابية أو هذه الكتل هذه اللي كاينة في الشمال المغربي. فهذه الكتل هذه تتجه مباشرة نحو المناطق الداخلية للمملكة، وغادي تخلي واحد التساقطات مطرية مهمة في مدينة الرباط اللي غتعرف تساقطات مطرية، كذلك مدينة الدار البيضاء غتعرف بعض الزخات المطرية. أما المدن اللي غادي تعرف تساقطات مطرية خلال الساعة الخامسة بإذن الله كمدينة سيدي سليمان، مدينة تاونات، ومدينة تازة، وكذلك تيسا، ومدينة فاس بإذن الله تعالى. كذلك المناطق الشمالية الشرقية للمملكة كمدينة بركان والسعيدية والناظور، كذلك مدينة وجدة تعرف بعض التساقطات المطرية، كذلك المناطق المجاورة لمدينة أطوات الحاج. أما باقي المناطق الوسطى للمملكة والجنوبية فما غاديش تعرف تساقطات مطرية بإذن الله تعالى. أما خلال الساعات القادمة، أو بالضبط خلال يوم الغد بإذن الله تعالى، فالتساقطات هذه غادي تعرفها المناطق الشمالية المغربية فقط عفوا، كمدينة وجدة تعرف تساقطات مطرية، كذلك مدينة جرادة، مدينة بركان والناظور والحسيمة، كذلك مدينة تطوان، طنجة، أصيلة، السعيدية، عفوا العرايش، وزان، شفشاون، تاونات، سيدي سليمان، فاس، تيسا، تازة، ومدينة مكناس، مدينة القنيطرة، ومدينة الرباط. وبعض الزخات المطرية تعرفها مدينة الدار البيضاء، كذلك مدينة خنيفرة تعرف بعض الزخات المطرية الضعيفة. أما باقي المناطق فغادي تعرف فقط أجواء مستقرة وغير ممطرة باستثناء مدينة أفركات، وكذلك مدينة طنطان في المناطق الجنوبية للمملكة. أما باقي المناطق الجنوبية القصوى للمملكة فغادي تعرف طقس اللي يكون مستقر. كذلك هذا الطقس هذا اللي غادي يستمر بإذن الله فقط في المناطق الشمالية الشرقية والغربية والداخلية. غادي تستمر هذه التساقطات في هذه المدن هذه اللي ذكرت. أما باقي المناطق الوسطى يعني ما غاديش تعرف تساقطات مطرية بإذن الله تعالى، فقط أجواء مستقرة وبعد ظهور كتل سحابية ممطرة. وهذه التساقطات المطرية بإذن الله في المناطق اللي ذكرت فغادي تستمر بإذن الله تعالى خلال الأسبوع المقبل، فين غادي تعرف هذه التساقطات يعني في المناطق الشمالية الغربية تعرف تساقطات قوية وكثيرة بإذن الله تعالى. غادي نمشيو نشوفوا بإذن الله كثافة كثافة السحب بإذن الله خلال هذا اليوم، وكذلك هذا الأسبوع بإذن الله تعالى. فكثافة غادي تعرفها فقط المناطق اللي فيها هذا اللون الأبيض اللي هو كيدل عن السحب. كما كنلاحظوا المناطق الشمالية الشرقية والغربية والداخلية اللي غادي تعرف هذه الكتل السحابية، كذلك المناطق الساحلية الغربية كمدينة الجديدة ومدينة أسفي والصويرة. أما باقي المناطق الداخلية كمدينة الراشدية، مدينة مراكش، ومدينة كذلك مدينة ورزازات وتنغير وزاكورا وطاطا وتيزنيت فغيعرفوا والزاك، كذلك الزاك غادي يعرفوا يعني أجواء مستقرة وغير ممطرة، كذلك غتكون خالية من أي كتل سحابية. أما المناطق الجنوبية فغتظهر فيها كتل سحابية غير مستقرة كمدينة بوجدور ومدينة الداخلة ومدينة القويرة وكذلك مدينة السمارة بإذن الله تعالى. وهذه الكتل السحابية فغادي تستمر بإذن الله تعالى وغتغطي جل المناطق المغربية الشمالية الشرقية والغربية فقط. أما المناطق الوسطى فغادي تعرف واحد الطقس اللي غيكون صحو ومشمس بإذن الله تعالى. غادي نمشيو نشوفوا علو الأمواج
امواج باذن الله تعالى خلال هذا اليوم وهذا الاسبوع باذن الله. فالبحر كما كنلاحظوا فغيكون هائج الى قليل الهيجان، خصوصا في المناطق الشماليه للمملكه. كالبحر الابيض المتوسط اللي غادي يعرف واحد الهيجان بعلو امواج كيتراوح ما بين متر ونصف الى 2 ديال الامتار. من مدينه طنجه الى مدينه الجديده البحر غيكون قليل الهيجان بعلو امواج يكون كيتراوح ما بين متر ونصف الى متر والى 2 ديال الامتار. من مدينه الجديده الى مدينه بوجدور فالبحر غيكون هائج بعلو امواج يكون كيتراوح ما بين 2 ديال الامتار ونصف الى 3 امتار، خصوصا المناطق الجنوبيه للمملكه. من مدينه بوجدور الى مدينه القويره فالبحر غيكون قليل الهيجان الى هائج بعلو امواج يكون كيتراوح ما بين متر واحد الى متر ونصف باذن الله تعالى. غادي نمشيو نشوفوا يعني جودة الهواء اللي غادي تعرف واحد التحسن بشكل اللي ملحوظ، خصوصا في المناطق الداخلية للمملكة. أما المناطق كمدينة الدار البيضاء ومدينة الرباط ومدينة الجديدة وكذلك مدينة وجدة وطنجة فغيعرفوا يعني ارتفاع كبير في غاز ثانائي أكسيد الكربون. وكذلك المناطق الداخلية بالدور ديالها تعرف هذا التراكم ديال غاز ثانائي أكسيد الكربون خصوصا في فترة المساء بإذن الله. أما باقي المناطق الجنوبية باستثناء مدينة أكادير غادي تعرف واحد الارتفاع كبير في غاز ثانائي اكسيد الكربون خلال فترات المساء. المناطق الجنوبيه بالدور ديالها غادي تعرف ارتفاع طفيف في غاز ثانائي اكسيد الكربون، مما يعطينا واحد جوده هواء في جوج المناطق المغربيه جيده الى متوسطه وسيئه، خصوصا في المناطق الشماليه للمملكه، خصوصا المناطق والمدن الكبرى. كان هذا كل ما يخص توقعات الأحوال الجوية بإذن الله تعالى. نتمنى من الله نكون فتكم خلال هاد التوقعات هذه. اسمحوا لي ما درتش اللايف البارح والبارح، ولكن كنوعدكم انني غادي نديرو ان شاء الله هاد العشيه هذه على الساعه 5:30 ماشي الساعه 6 نظرا لضيق الوقت. نشوفكم في فيديو جديد في توقعات جداد في البث المباشر. دمتم في امان الله ورعايته، الى اللقاء.